جبت الزينة بتاعت البلوجرات اللي كلهم عرضوها. جبت كل حاجة. عايزين تشوفوها؟ تعالوا بصوا بقى. طبعا احنا كل واحد ربنا عطيله رزق معين. انا ممكن رزقي في حاجة، انت رزقك في حاجة. الناس لما بتشوف الفيديو دي بتقول ايه ده، هما ازاي جايبين كل الحاجات دي وانا فرحانة بفرع النور الصغير؟ افرحي بفرع النور الصغير، ليه لأ؟ ربنا بيراضي وبيخليكي مبسوطة بالحاجة اللي عندك. واحد جايب مثلا دهب كتير ولا عربية غالية، اقول ايه ده، هو انا ليه ما عنديش زيهم؟ لأ، كل واحد ليه رزقه. انا ممكن افرح بفانوس صغير، غيري ممكن يفرح بفوانيس كتير، وممكن يكون عنده فوانيس كتير وبرضه ما يفرحش. ممكن اطلع فرع الزينة القديم بتاعي وابقى مبسوطة. ايه المشكلة يعني؟ حتى لو عنده بقاله كام سنة عادي جدا. كل واحد خليه طبيعي. تأكدي ان كل الحاجات اللي بتحصل على النت دي هما دي شغلتهم، ان هما يجيبوا الحاجة واوقات بياخدوها، مش اوقات، ده هو طبعا طول الوقت بياخدوا الحاجات من غير فلوس علشان يعلنوها والناس تشتري. فاحنا لازم نرضى باللي معانا، لان هو ده الطبيعي. اللي بيعملوه مش هو ده الطبيعي. ربنا يبارك لهم في رزقهم ويبارك لنا في حياتنا وفي رزقنا. والرضا يا بنات والله بيخلي لو حاجة صغيرة تبقي مالكة الدنيا كلها. حاجات للفطار.